سمبوسه ولا سمبوسك؟ دايما مختلفين على اسمها كل سنه، ولكن كلنا متفقين ان هي من احلى الاطباق على سفره رمضان. عملتها النهارده بحشوه مختلفه وكان طعمها تحفه. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. في طاسه على النار هحط فيها شويه زيت ومكعب من الزبده، وهننزل عليهم قطع فراخ متقطعه صغير قوي قوي قوي. هنشوح الفراخ على نار عاليه لحد ما لونها كده يبدا يتغير. هنوسع لها بقى مكان في الطاسه وننزل ببصل متقطع صغير، وكمان هحط فلفل رومي، فلفل الوان لو تحبوا، معلقه صغيره من الثوم المفروم والتوابل، ملح وفلفل وبابريكا، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهنغطي عليها بقى ونوطي النار ونسيبها تستوي. تقريبا خدت مني 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قوي. طلعتها بقى وحطيتها في البوله، وحطيت عليها جبنه موتزاريلا وجبنه كمان تشيدر، 3-4 معالق كده من صوص السانتا في من ادميرال اللي هيديلها طعم حلو، وكمان هيمسك كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي. هنجيب بقى السمبوسه بتاعتنا، ودي تقريبا احسن طريقه بلف بيها السمبوسه. جربت طرق كتير بس دي اكتر طريقه ما بتطلعش منها الحشوه في الزيت، وبتطلع كده مثلث معدول كده وشكله حلو. خلصت بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، وهنقليها بقى في زيت على نار تكون متوسطه مايله للهاديه شويه، ما يكونش عالي عشان السمبوسه ما تفكش. مجرد ما خدت لون كده من على جنب نقلتها الناحيه الثانيه، وبس كده. بجد كانت من احلى المرات اللي كلت فيها سمبوسه. الحشوه بتاعتها كانت تحفه، لازم تجربوها.